مرحبا. سنة 2020 عنونها مايك فغالي سنة تشابك الأيدي، وأطلق العديد من التوقعات المحلية والعالمية. طبعاً ما فينا نحصي كل اللي صار، لأن هالسنة كانت حافلة بالأحداث للفة العالم أجمع. بلبنان كان التشابك بالأيدي سمة هالسنة، حيث التشابك صار وتطور واستمر بين المتظاهرين والقوى الأمنية على أثر الاحتجاجات لعمة مناطق لبنان. بالمقابل شهد لبنان تشابك مواقف ورمي التهم والمسؤولية من كل فريق على الفريق الآخر. حكى عن انفجار كبير وحنين جبيل للجميزة، فكان الانفجار الجريمة بمرفق بيروت ب4 آب. وكان هالمرة تشابك الأيدي بشكل إيجابي، حيث تكاتفوا كل اللبنانيين إيد بإيد للوقوف إلى جنب الأهالي اللي تضررت بيوتهم وأرزاقهم وخسروا أغلى ما عندهم، أولادهم وبياتهم وأمهاتهم وإخواتهم وعيالهم. فكان السواد اللي حكى عنه واللي لف مناطق لبنان كافة. وعن التمرد بالسجون، وعن مسؤولين وراء القضبان وتقاذف التهم، وحكومة عمرها قصير، والقضاء إلى الواجهة، واستقالات للنواب، وهيدا كله صار بال2020. حذر من الخلايا النائمة وتحديداً شمالاً، فكانت جريمة كفتون اللي كشف التحقيق فيها أكثر من خيط إرهابي. حكي عن حضور أممي بلبنان، شفنا عدد كتير كبير من مسؤولي الدول الغربية والعربية بلبنان بعد انفجار المرفأ. للأسف اللي حكي عنه صار، ويا ريته ما صار، بس كمان مرة صار. هيدا بلبنان. بالعالم التوقعات كانت كتيرة. فرنسا كان لها نصيب، وهي جريمة ذبح المدرس، حيث حكي عن عمل إجرامي يثير الرعب بصفوف الفرنسيين. حكي عن مواجهات عرقية بالولايات المتحدة الأمريكية، وصارت بفعل مقتل جورج فلويد من العرق الأسود على يد الشرطة، وأكيد بتعرفوا شو صار بوقتها. مثل ما قلت لكم التوقعات كتيرة والأحداث كمان، ما فيي أسردها كلها لأن اللي ناطرنا أكثر على لسان مايك فغالي. مش باقي لنا إلا أنه نصلي لربنا يترأف بشعبه، ونحن نحب بعضنا البعض مثل ما هو حبنا. مايك فغالي، بين 2020 وال2021 بتطل علينا بلباس مختلف عن السنوات السابقة، من المكبل بالحديد إلى تشابك الأيدي، إلى من التراب وإلى التراب، وطائر الفينيق. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، كيفك لي؟ أنا كتير منيح، أنت زمان. كيفك؟ نشكر الله بخير. كيف 2020 كانت مع مايك فغالي على صعيده الشخصي؟ على صعيد الشخصي كان فيها إنتاج، وكان فيها حزن، وكان فيها تعب. وعلى صعيد كاملة من كل توقعاتك؟ شيء. على صعيد التوقعات فينا نقول قسم كتير كبير، أكثر من المتوقع حدث، وفي قسم بكمل معنا، لأنه إذا بتلاحظ بإحدى الحلقات حكينا إنه العام بلش بشهر 6، فتينتهي العام بنهاية شهر 3. مايك، يعني اللي استعرضتهم أنا بالانترودكشن هيدا جزء صغير من سلسلة توقعات لإلك، بس أخذت الأبرز، لأن مثل ما قلت للمشاهدين إنه ما في أسرد كل شيء، بناخد وقت التوقعات تبع هيدي السنة. بس كنت عم بتحذر من شهر آب، قلت فيه خطر كتير على لبنان، وذيوله بتستمر. بتتذكر؟ يعني بأكثر من إطلالة تلفزيونية أصريت على هيدا الموضوع، وحكينا إنه عجقة كتير كبيرة بقصر بعبدة، الكل أخذها إنه لا سمح الله الرئيس بده يصير له شيء. رجعنا طلعنا بحلقة تانية وطمنا إنه هذا الشيء بقصر بعبدة شيء لا يخص الرئيس بإحدى الحلقات. فشفنا العجقة اللي صارت بقصر بعبدة، شفنا رؤساء الدول، المندوبين، السفراء، الأمم، كيف كلهم سوا اجوا على قصر بعبدة، العجقة اللي صارت بقصر بعبدة. مايك فغالي، يعني مجسمات بدلاتك حاضرين معنا، وكأنه هيك عم نعمل فلاش باك من سنتين وصولا لإطلالتك اليوم. شو سر هالإطلالات الجريئة
خليني اقول العجيبه غريبه، قد ايه بتشبه توقعاتك؟ يعني بتركب التوقعات على اللوك ولا اللوك على توقعات تعطيها هيدي العناوين؟ لان الى جانب البدله اللي هي مثل طائر الفينيق، يعني عشوائي اذا بتفتح ايديك بصير عندك جوانح وبتطير. طير لا، باقي هون، ما رح طير. لا انا بدي اياك تضل، اكيد بعدنا مبلشين. ما بدي اياك تطير، بدك تطير بتوقعاتك وبافكارك وباحساسك هلا. توقعات ممكن تطيرنا كلنا. أوف. هيك مبلشين وما بيبقى مين يخبر. لا، رح يضل في مين يخبر، لأنه الصقر قد ما تقوس بموت شامخ. طيب فسر لي اطلالتك اليوم، خليني احكي شوي عن هيدا الموضوع، علاقة العصا بالحية وبالصقر ومن التراب وإلى التراب نعم. وطائر الفينيق، كيف ربطتهم ببعضهم وليش مقسم العنوان إلى جزئين السنة؟ هلا المعروف انه طائر الفينيق يعود من الرماد، يعني بده يكون في رماد حتى يعود طائر الفينيق. الرماد مش بالمعنى النظري له، انه مش حيولع البلد ويصير في رماد، لا. بزيارة الرئيس الفرنسي طالبوا بالانتداب، ان شاء الله ما يحسوا فيه اللبنانيين هذا الاحساس. لا مبلشين، يعني احنا رغم كل الظروف وكل القصص اللي عارفينها بلبنان ورايحين على شيء ما بيطمن، بس لشهر 6 الخطر بضل مستمر. لشهر 6. طيب هلا مشان هيدا اللوك انا بعطي عنوان العام. في كرو عم بيشتغل، في اشخاص بيتعبوا معي تقريبا 6 اشهر قبل هالحلقه تتخلق الفكره. هن عليهم يخلقوا الفكره، انا بعطي العنوان. بدي اشكر المصمم لويس عزار، بدي اشكر كمان المخرج اللي عينه ثاقبه دائما بالافكار، بيتر خلف سرمد. بدي اشكر عده اشخاص وقفوا حدي توقعاتي يكونوا موجودين بتيابي. مايك، ليه دايما باطلالاتك خاصه بليله راس السنه لما بنكون عم نودع عام وبنستقبل عام بيعنوا لك كثير هالكراسي اللي قاعده عليهم؟ اي احساس بيعطوك؟ احساس بالسلطه، احساس بالقوه، احساس يعني بالخطر بركي كمان؟ لا مش خطر، بس يمكن الايجو. هيدا اعتراف خطير. ملاحظ اني كثير عم بيصوفر اليوم. لا انه كل انسان شكله عنده ايجو، عم صوفر. كل انسان عنده ايجو، ولكن ليله راس السنه بحس حالي انه عم بقدر محققها. بغير ايام لا، بكون انسان كتير عادي، كتير متواضع، بس بهالليله بالذات بحقق ذاتي باللبس اللي بلبسه والشخص اللي عم بحاورني، بالكرو اللي حوالي، بالمطرح ما انا قاعد. طيب خليني بالبدايه قبل ما ننطلق بحلقتنا فعليا اقول انه اليوم استثنائيا قلنا بالعاده نكون باطلاله تلفزيونيه. اليوم هالحلقه رح يشوفوها على قناه اليوتيوب الخاصه فيك. نعم. مايك فغالي. بتمنى كلهم يكبسوا اشتراك ويفعلوا الجرس تيقدر يجيهم كل جديد كل اسبوع. بالإضافة باراليل رح بتكون عم تنبث مباشرة على موقع النشرة. نعم. للإعلامية هلا المر اللي بنحييها وجه كمان. لها تحية كتير كبيرة ست هلا. وبدنا نشكر وهيك برودكشن، نشكر كل الزملاء اللي معنا، جارو جبور، شرب الكرم، بروديوسر سيرجين فينيانوس، وكل الشباب اللي مثل ما قلت يعني تعاونوا وتشابكوا بالايدي لنقدر انا وياك نطل بهالحله مطرح ما موجودين. واكيد شكرا لصاحب الدار اللي استقبلنا عنده. وانا ما بعرف كيف بدي اشكركم انه قبلتوا تطلعوا على قناتي الخاصة مش على تي في، لأنه أخذت قرار إنه خلص إجمالا كل التيفيات بعد نعطيهم مهلة سنة أقصى حد. طيب ما تخلينا نحرق المراحل. أوكي. لأن جاي الحديث وحصة لبنان يعني لا عم بحكي على صعيد عالم، مش عم بحكي عن لبنان بس. ما هو عم بقول إنه جاي الحديث حول العالم وحصة لبنان تركينا للآخر مثل العادة بنختم فيها وبنقول للناس إن شاء الله يا رب رغم كل التوقعات اللي شوي بتخوف
وبتنقز، انما بضل في عنا امل انه ال 2021 تخفف عنا شوي ضغط ال 2020. بدها تخفف 90% منها، هي تكملة. عندنا 3 أشهر بعدين شهرين بكون الأمور عم تتزبط لشهر 6. شهر 6 منبلش نحط إجرنا على الطريق الصح. بس ان شاء الله ما تخفف 90% منا نحن كناس. بتذكر مرة حكينا عن الحرب العالمية الثالثة رح تكون جرثومية وتكنولوجية، وصرنا على كل لسان. وصلنا للحرب الجرثومية. وبإحدى الحلقات حكينا أنه بدهم يقشعوا روبو طبيب، وقاموا الأيام التلفزيونات صاروا يضحكوا علينا. وروبو عم يقدم نشرة أخبار، وهيدا الشيء صار بالصين. وصلوا له و5G وكل هيدا القصص يعني، والبعد الخامس والسابع وإلى ما هنالك من أبعاد. مايك فغالي، دقت الساعة. مشاهدينا، كل متابعينا عبر قناة مايك فغالي على اليوتيوب، على موقع الفن، نحن وياكم ننطلق مع نمر التوقعات مايك فغالي، والبداية بجولة عربية. عظيم. العراق شو ناطره بال 2021؟ بالنسبة للعراق، العراق بده يكون شيء كتير مهم على صعيد المستقبل. الدينار العراقي بده يرجع يعلى، يعني بده يوازي غير عملات، ولكن بصمات إرهابية بمناطق للأكراد وبمناطق ضمن بغداد وضواحيها وضمن قواعد أمريكية. إرهابي كتير كبير بيحمل بصمات تركية. هلأ شو اللي مرقى فيه العراق؟ أول شيء في خطر كتير كبير على مرجع ديني. المرجع الديني هيدا بده يخلق فتنة بين الشعب، ولكن الشعب رح يكون أقوى، رح يقدر يتراصف مع بعضه بشكل أنه بشكله لحمة كتير قوية بوجه الاعتداء، والاعتداء بده يحمل بصمة تركية. تركيا بدها تحاول تحتل جزء من العراق، ولكن صدام حسين جديد يقف في المرصاد. نعم، صدام حسين جديد بده يوقف بالمرصاد. يعني بيرجع العراق لسابق عهده. من بغداد إلى العالم حداد وحزن لطائفة معينة. الفن والدين والسياسة والحداد الرسمي. الجيش الأمريكي ليس بمأمن من اليد الإيرانية في العراق. خطير اللي عم بتقوله. بداية نهضة العراق واسم العراق يعود إلى عزة، والعملة العراقية في أواخر العام للعلن. ارتدادات لهزات أرضية من دول الجوار بدها تأثر على بعض المناطق بالعراق، ورح يكون لها أثر سلبي وشوية ضحايا. مايك من فترة حكيوا عن عرقنة لبنان، هل لبنانة العراق سياسيا ولا من كل النواحي؟ لك كل دول العربية بدها تحذو حذو لبنان بحكومات وفاقية. غير حكومة وفاقية ما بيمشي لبنان. لا حكومة تكنوقراط ولا بيروقراط ولا قرود سود. ما بدي اسبق بس لا عم بقول لك أنا العالم العربي كله حيمشي هيك. لبنان، سوريا، فلسطين، السعودية، رح نفوت فيهم يعني بالتفصيل كلهم. هلا في بعض دول ما حكيت عنها، حسيت انه ما لي لزوم احكي عنها، بس لانه حيجريني عندهم، فمشان هيك ما بحكي. خليني اقول شغله للي عم بيتابعونا، انه ملفت السنه بتوقعاتك مايك فغالي انك شامل معظم الدول العربيه. بالسنوات السابقه كنت تعمل اشاره او يمكن من خلال سؤال تروح الى بلد معين وتحكي عنه. وبتعرف اللي عم بيتابعونا ومن خلال لقاءات انا وياك السابقه على الانستغرام، المداخلات كانت كثيره والمشاهده على اليوتيوب اكثر واكثر، والكل حابب يعرف عن بلدانهم. مشان هيك قدرت يكون عندي الوقت الكافي اني احضر للدول العربيه، لدول غربيه. على التلفزيون في عندك دائما سقف بدك تمشي فيه، عندك وقت محدد بدك تمشي فيه. طيب، في قواسم مشتركه بين الدول العربيه؟ اي، الارهاب. اوف.
يعني إرهاب وغضب الطبيعة. سنة صعبة. طيب خلينا نروح من العراق إلى الجزائر. شو ناطر الجزائر بال 2021؟ إذا بتلاحظ حتتردد كلمة هزات، هزات أرضية، لأنه نحن حكينا أنه بنهاية العام، بالعام الماضي حكينا أن نهاية العام يكون غضب الطبيعة، فنهاية العام هو هلأ، من هلأ لشهر 3. فهزات كبرى والخسائر عام قليلة. ونحن بمطلع عام جديد. حكينا ببداية الحلقة أنه العام هيدا 2020 ذيول مستمرة ل3 أشهر، فينا نعتبر أنه بيخلص بنهاية شهر 3. فمشان هيك هلأ هون بلشنا بالهزات نحن، وحكيت على اليوتيوب أنه صفائح البحر الميت بلشت تتحرك وقت كان تلاقي الكواكب. وحكينا عن الهزات اللي بدها تصير، وفعليا صارت هزات، وضربت تركيا، ضرب زلزال تركيا، وصار في هزات ارتدادية، ولبنان شعر بأحداهم. فهلأ الجزائر في عندها هزة كبرى، ولكن الخسائر بتكون أقل من المتوقع، ونشكر الله. النساء لهم دور كبير جدا في الجزائر. امرأة في سدة المواجهة تحكم ولا تحكم، وبدنا نسمع كتير كلمة الشعب يريد. المرحلة المقبلة الجزائر أمام الأضواء. في إرهاب كمان بيحمل بصمات عثمانية، اغتيالات لأسماء كبرى للنهضة من جديد. يعني اللي بيفهموا انه تمدد تركي باكثر من دولة؟ مش تمدد تركي، تمدد إرهابي. انت هيك عم بتقول؟ هيدا توقعاتك؟ بإحدى المراحل السياحة بالجزائر بدها تكون محط أنظار وخطر. أتمنى أنه هذا الشيء يمرق مرور الكرام. في سلام بالجزائر بأواخر العام، سلام تام واتفاقات كبرى على صعيد الطيران. على فكرة العالم العربي و3 دول غربية بدهم يشهدوا حوادث طيران تبكي بالأشخاص الموجودين فيها. ممكن يكونوا من أهل الفن، ممكن يكونوا من السياسيين الكبار، وممكن يكونوا رجال دين. قلت 3 دول عربية، دخيلك ما تقلي انه لبنان بيناتهم بيكفينا مصايب ووجع ودموع. إلا إذا بدك تعترف إنه لبنان ذو وجه عربي. ما تحط الطابة بملعبي. الجيش الجزائري من أقوى الجيوش بالمنطقة، وتطوير أسلحة وتطوير طيران. وبمشهد بدنا نشوف الجيش مقتحم البرلمان بالجزائر. نقول لهم توقعات هيدي تفكير على العالي، إن شاء الله ما بتصيب. عندنا مهلة لها تقريبا بين 12 و 18 شهر، يعني من سنة لسنة ونص. يعني يا دورة يا دورة ونص. يعني مايك دورة فلكية أو دورة ونص فلكية. بعد ما بلشنا هم تركت حجر على حجر. ليه؟ شو ليه؟ ليش لما بقول لك إنه من أقوى الجيوش بالمنطقة الجزائر، في أحلى منها. ايه بس إنه نتيجة هالقوة بده يكون في اعتداء، مواجهة. بس مين بده يربح فيها؟ ايه بس بده يكون في خسائر، ما في مواجهة بدون خسائر. خسائر. طبيعي بده يكون في خسائر تينحطوا كل الدول على الحدود، لأنه حكومة العالم الواحد بعدها مأخرة تتبصر النور. طيب كتار من اللي عم يحضرونا هن كمان من ليبيا حسب نعم. يعني نسبة المتابعة اللي عندك والمشاهدة. نعم. بالنسبة لليبيا من بعد العراق الجزائر وصلنا لليبيا، شو في عندك توقعات؟ وما بعرف إذا كمان في قواسم مشتركة. ببشرهم بشيء جميل جدا، ولكن بالنصف الثاني من العام. النصف الأول في خضات انفعالات كبيرة بليبيا بدنا نشوف، واسم سيف الإسلام يحتل الصحف المحلية والعالمية. عم بترد السابق قبل شوي صدام حسين عن جديد، سيف الإسلام هلأ بليبيا، شو القصة؟ إن شاء الله ما يطلع لهم بن لادن هلأ.
عودة لحظة تدريجية. عفوا كات. نعم. هيدي هيك ما مرقت مرور الكرام. ما عم بقول لك هون حسب ان شاء الله ما يطلع شو لنا. قصدك انه ان شاء الله ما يطلع لهم ببن لادن؟ في علامة استفهام عليها هيدي. ايه الافلام الامريكيه كلها الهوليوديه ايه كلها تنفضح تدريجيا تدريجيا. يلا. عودة تدريجية لليبيا على الخط السليم بعد خضة واغتيال كبير تفضح رؤوس كبرى واكتشاف دول مجاورة عربية وغربية تسرق النفط من ليبيا. يسهل الأمر 4 سياسيين على صلة بالعالم العربي والغربي من الداخل يعني. ما هي المصايب كلها بتجي من الداخل. مشاكلك هون بلبنان من يعني الداخل. دود الخل منه فيه مثل ما بيقولوا باللبناني. ليبيا ومصر حدود لا تنذر بالاطمئنان بالمرحلة الأولى. الشعب يطالب بالتغيير، الشعب يريد واسم القذافي إلى الواجهة. وفي شغلة اكتشاف المؤامرة العربية من إحدى الدول وكيفية تنكيل بجثة الرئيس معمر القذافي الراحل. ملاحظ انك عم تستعيد صور ومشاهد واحداث واسماء وشخصيات. لأنه مش لشيء نحن قاعدين هون وحاطط العالم العربي يكبل بالسلاسل وتكاتف الأيدي. الشعب بده يتكاتف، العالم العربي كله بده يتربط، لأنه تغيير كبير على صعيد العالم العربي أجمع. هيدا الشيء بمنأى عن كورونا فيروس مايك بعد ما وصلت لها والشلل لكورونا، اللي بعد ما أصاب وصلت معظم لها الدول لكورونا بالعالم. نهائيا، بعد ما وصلت لها تغيير كبير على جميع الأصعد. بمرحلة من المراحل بدك تقشع الملك عم بسلم ملكه، استلام وتسليم على حياة بعض. بمراحل انقلابات من الداخل على الداخل. بدك تحدد وين بأي دول؟ إذا بدي أقول لك هيك كلمة مرء الطريق، الخطر بده يكون موجود حوالين أمير قطر. مايك، يعني مصر لها حصة بالتوقعات. لها حصة كبيرة، وخاصة أنه المفهوم والتاريخ اللي عايشينه رح يبين عدة أمور ونحن عايشينها غلط أو فهمانينها غلط من الأساس. بدك تدنا لزمن الفراعنة، ايه؟ لنواويس، لهياكل عظمية بقياسات مخيفة. ايه مش غلط، لأنه في مطرح من المطارح أنا عم ببني كلامي على شيء يلي من 4-5 سنين 100% بإطلالة تلفزيونية ليلة رأس السنة. 100% استرداد أثرات كثيرة مخبأة في أماكن كبرى حول العالم. العاصمة الجديدة إلى الازدهار، العاصمة الجديدة مع مصر نيو قاهرة. نيو كايرو حتكون شيء مذهل للعالم. ولكن المحزن بهيدي الفترة اغتيالات كبرى سياسية ودينية، وبالأخص مرجع ديني كبير. إذا بتلاحظ صار في دولتين فيهم خطر على رجال الدين. السيسي بأمر اليوم: نحن في مصر أم الدنيا لا تخافوا. مشهد جديد ومصر تعود إلى الحلف السابق. يعني السيسي في سوريا. لحظة يعني عم تستبق خطاب السيسي، عم بتقول شيء عن لسانه يمكن هو ما رح يقوله إن شاء الله، بس شكلك مصر انه رح يقول هيدا الكلام. أتمنى الشعب المصري يلتف حواليه. كتار هلأ متضايقين منه أو بيكرهوه، عم بيقولوا عم بعمر، العملة عم تقشط، ولكن عارف حاله هذا الإنسان شو عم بيعمل. قريبا ببطل في حالة طوارئ بمصر. شو ملامح الزيارة إلى سوريا؟ لما بنقول مشهد جديد ومصر تعود إلى الحلف السابق، في حلف كان قديما بين بعض، الحلف بده يرجع. بعد بمرحلة حيطلع لك السعودية فايتة كمان بالحلف. كتار بدهم يتضامنوا
ضد الامتداد العثماني اللي على موعد مع زلازل وهزات وانهيارات ومحاكمة كبار الرؤساء. رح نشهد هيدا الشيء؟ أكيد على أيامنا يعني مش ما بعرف. بعد عنا شيء عن مصر معي؟ لا. طيب قبل ما نتابع خليني هيك بلحظة سكوت أنا وياك، بدك فيك تشيل نظاراتك، منصمت منشوف إذا تفكير مايك على صوت العالي بده يقول شيء. أنا رح أصمت. المشهد كتير حلو بده يصير بين رئيس جمهورية مصر ورئيس جمهورية سوريا. يعني مايك أوقات السكوت بينفع بآخر لحظة. بآخر لحظة أو تحت ضغط؟ لا، ليك بحياتي ما حدا ضغط علي. بعرف قديش حجمي وبعرف وين سقفي. اللي بده يضغط علي هو لحاله بتراجع. يعني ما استفزيت هو بس لا لما قلت لك بدنا نصمت لنشوف إذا بيطلع شيء لا أبداً. من خارج الإطار اللي محضره؟ لا أبدا، بس بلحظة هيك اجت صورة حلوة، صورة فيها عنف فيها قوة. هي مايك إذا بدنا نروح لإيران، شو التوقعات اللي ناطرة إيران وناطرتنا نحن؟ إذا بتلاحظ بلبنان. هيديك السنة حكينا عن ضربة مفاجئة أتمنى أن لا تكون لإيران. شفنا الانفجارات اللي صارت بإيران تدريجيا والاغتيالات. تحمل البصمات الإسرائيلية وآخر اغتيال، والرد رح يكون قاسي جدا. خضات كبرى أساسها داخلي وخارجي. بين الأمس والغد انتشار أمني واسع على أثر حدث أمني واسع داخل إيران وعمل إرهابي كبير جدا وخاطف. مفاجأة على صعيد العالم وتدخل كبير في رسم سياسات المنطقة بعد خروجها من سوريا. إيران بدها ترسم سياسات المنطقة بعد خروجها من سوريا، وبداية الخروج يكون بأواخر 2021. يعني خروجها من سوريا في له انعكاس على لبنان؟ لا. لأن يعني كله متداخل ببعضه. العالم كله العربي متداخل ببعض. لا تحديدا فيما يخص إيران. لا، حتى في عندك الإمارات كمان. الإمارات هلأ في عندك الجزر، عندك كتير أشياء. هي عم ترسم سياسات خارجية ترجع تمشي على سكة معينة إيران. فإذا خروجها من سوريا ودول الجوار. لحظة دول الجوار، وهذا التدخل بالاتفاق مع أوروبا وأمريكا. دول الجوار لبنان واحد من هالدول. بجوز لبنان واحد منهم، بجوز أوكي. الجوار لإيران، خروجها من الجوار سوريا. خروجها من سوريا هي ودول الجوار يعني موجودة بسفرتها، بس يعني ذراعها الأيمن هو حزب الله. خروجها عسكريا، لا، في عندها عسكر وعندها الحرس الثوري وعندها بسوريا في جيش. أوكي، بس عم تقول بدول الجوار. أي. يعني إنه بس ما ذكرت إذا جوار سوريا أو جوار إيران. لا، الجوار سوريا. كرمال هيك أنا سألت السؤال واعتبرت إنه لبنان دولة مجاورة، دولة جارة. تعد لك إياها. عد لي إياها داخل إجراك تنشوف شو رسم بيصير. مفاجآت على صعيد العالم وتدخل كبير في رسم سياسات المنطقة بعد خروجها من سوريا ودول الجوار. معناتها ما معي حق باللي سألته. مش نحن لا، معك حق. مش نحن دول الجوار. أنت معك حق. ايه، بس مين؟ يعني حزب الله هو بيمثل إيران بلبنان؟ ليش حزب الله؟ يا خيي ما معروفة. ليش تهمينه هالتهمين؟ ما بيمثل، هو بيمثل كل لبناني. حزب الله ما بيمثل إيران. إيران عم تدعمه ولكن ما بيمثلها. هي الذراع الأيمن هن السياسة العالمية. هاي السياسة العالمية. بدك تقول لي جبران بيصير فاسد عملوا عليه عقوبات؟ لا، هاي أمور سياسية. ولكن حزب الله هيدا شيء لبناني، مقوم لبناني اللي بيدعمه إيران وسوريا. أنا هيدا قصدي إنه الداعم لهذا داعم المكون إيراني، ولكن اللبناني. بدها تخرج
من عدة مناطق. نحن عارفين انه ليش مش من العراق مثلا، كمان من العراق سوف تخرج. في رسم جديد للمناطق، في حدود بدها تلغى، في دول بدها تنشأ، في أعلام جديدة بده يعترف فيها. التدخل بكون بالاتفاق مع أوروبا وأمريكا بالسياسات. إيران سياسيا تغييرات كبرى على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، في تغيير كتير كبير على صعيد السياسي. تدخلات إيران في العالم العربي يزيد احتمال تزايد عدد الدول بين دولتين وثلاث دول. كيف بتنسحب من سوريا دول مجاورة، وكيف تدخلات لإيران بدول عربية بتعمل كل هيدي إذا المشاكل بتلاحظ معك؟ أن رسم السياسات الخارجية بتكون هي عم ترسم أوكي. السياسات الخارجية، رسم سياسات المنطقة. أوكي. هي بتنسحب عسكريا أوكي. مش سياسيا. أوكي. عسكريا بتنسحب، سياسيا بتكون عم ترسم مصير المنطقة. الرئيس الأمريكي المنتخب شو دوره بشو؟ بالنسبة لسياسات إيران اللي عم ترسمها أو اللي بدها ترسمها؟ كله بالاتفاق. كله بالاتفاق. إذا بتلاحظ هذيك السنة قلنا السياسة الأمريكية بتردنا بالذاكرة وقت كان الحكم جمهوري وصار ديمقراطي، وقلنا التاريخ بيعيد نفسه. شفنا أنه حكم كان شيء وصار شيء، ولكن ترامب حاكم عسكري بنقطة من النقاط. طيب. فبجوز الضربة هيدي تكون وبايدن يجي هو اللي يصلحها، بس بايدن الأساسي مش اللي شفنا صور. طيب كيف هي ما أتوقف عند هيدي القصص معك؟ كيف بايدن الأساسي مش اللي شفنا صور وإنه ايه خيفانين عليه، مش عم بخلوا يظهر للعالم بكل الأمور. يعني رح نشوف إنه ما يعرف بالرئيس الظل؟ مش رأي الظل، خيال. في اشياء كتير بمطرح من المطارح بتحكيها، بركي بنستبقى شوي. الهولوجرام بده يلعب لعبة كتير وسخة. اللي ناطر المسيح رح يشوفه، اللي ناطر المهدي رح يشوفه، ولكن هاي كلها كذبة رح يعملوها، بدعة. مثل ما عملوا الطيران عم يقصف، نفس الشيء. ما بدي اخذ من وقت غير دول، لان في ناس ناطر تسمع عن بلدينا شو هي التوقعات، لان انا وياك للصبح ما بنخلص اذا هيك. قلنا لقاءات تانية ان شاء الله باذن الله اكيد ان شاء الله. بس خلينا نبلش هالسنه على القليله هيك نبلشها. لمحه نبلش بضحكه، بلمحه حزن، وبقوه، وبفرح مستقبلي. هلا برغم كل الحزن مايك، وين ما كان حتى بحياتنا بلبنان بضل في عنا اوقات بنفرح فيها وبننبسط وبنضحك. ما بنعرف نحزن، ما بنعرف نحزن. انا خيي كان متوفي له شهر، طلعت عملت ليله راس السنه. الله عطى الله اخذ، ممنوع نحزن. نحن نموت على رجاء القيامه، ما بنحزن للمتوفي، بنفرح له. الله يرحم الموتى ويطول بعمر الباقيين اللي عم يشوفونا على قناتك على اليوتيوب. مايك فغالي النمر مستمر بالتوقعات فيما يخص ايران، او ننتقل للامارات؟ للامارات. ايران خلصناها. اوكي. الامارات سبق واشرت لها لان قلت لي في اشياء متداخله ببعضها. هلا صار دور الامارات. هلا باحدى لقاءات شخصيه مع اشخاص كثير مهمين بسنه 2018 تفاجئوا بحديثه. قلت لهم 2020 رح يكون تطبيع مع اسرائيل. نفروا. قلت لهم بال 2025 رح يكون فرع لمحكمه لاهاي بالامارات، وهلا برجع بعد لهم اياها. رح تكون الامارات مثل لاهاي، مثل سويسرا. بلحظه الشعب كله جيش، وبلحظه منزوعه السلاح. العالم يدافع عن الامارات. فاللي حكيته بالكواليس صار بحق لي احكي انه انا حكيهم هذا الشيء. يعني رح تثبت موقعها بين هلا من هون بتشوف هي ثبتت موقعها، ولكن الشعب العربي يرفض الواقع ويرد العرب إلى العرين العربي. شكل انقلاب؟ مش انقلاب، الشعب العربي كله سوا يتوحد.
مستقبلا بال 2025 2026 الإمارات دولة منزوعة السلاح وجيشها العالم بأسره، دستور جديد، فرع لمحكمة لاهاي بالإمارات، الخليج بين قوسين، قوس الإمارات وقوس السعودية، اسم دبي في جميع الصحف العالمية عسى أن يكون خير، حداد، استلام، خضات أمنية تؤثر على اتفاقات والتطبيع. ليه عسى ان يكون خير؟ عسى أن يكون معناتها هيدي اشاره سلبيه. أي عسى أن يكون خير. عسى. خدنا الى المملكه العربيه السعوديه لو سمحت. تغيير كبير في الحكم ولكنه لا يمر على خير، لكن حكمة الملك الجديد لتدارك الموضوع وحكومة تضمن من في المنفى في الداخل. الحكومة بده يكون فيها من هم بالمنفى، معارضة ومن الداخل، وشبه ملكية برلمانية. 2030 المملكة تستعيد قدراتها وحب الشعب. ابن سلمان بمشهد لم يعهده الشعب السعودي مما يؤدي إلى تزايد شعبيته. بتتذكر مرة حكينا أنه بلبنان في خطة على صعيد يا سجن أو على صعيد وزارة أو في خطة أمام مقر أمني. هون نفس الشيء بدنا نقشعه بالسعودية. بده يصير بلبلة كتير كبيرة بمقر حكومي، عفو عام مشروط، ومنظمة حقوق الإنسان تكرم شخصية سعودية كبيرة. تحالف بعد عداء مع إحدى الدول العربية بوجه هيمنة النظام العثماني التركي كي لا تعاد مسيرة الدولة العثمانية. يعني عم شوف هيك بوادر الدولة العثمانية عم ترجع، عم تظهر بكل الدول. بدها في ترجع إلها خيوط، في إلها بدها تشابك ترجع عم تنطفي. بيكون. حتى عنا بلبنان ظهرت، عنا بلبنان صار لها ذيول وصار في أحزاب تابعة لها كمان. الطيران بالعالم العربي على موعد مع أكثر من كارثة. نتمنى السلام للبنان. الوليد بن طلال علامة استفهام. الشعب السعودي يسأل ويطلب من الله. أنت التمنيات بتخوفني منك مايك. الصحراء لن تبقى صحراء في غضب الطبيعة. هنا عم نحكي عن السعودية. أو كلهم بال 2021. إن شاء الله ما يكونوا أول 6 أشهر. إن شاء الله. ما بقول لك تمنياتك بتخوفني، يعني بتخوفني أكثر من التوقع اللي بتقوله مباشر. أنا برأيي تصير الأحداث سريعة وتروق الدنيا كلها سوا على رواق. أحسن وأريح راس. هيك بنرجع منوعة على حالنا، منوعة على اللي عم بيصير. ننطر ومنشوف بإذن الله. اليمن أو بعد في شيء للسعودية؟ لا، هاي هي السعودية. أوكي. بالنسبة لليمن شو الوضع؟ اليمن يمنين متضامنين في وجه العدوان، ومن هدم اليمن يعيد أعمارها كي تكون عروس. اليهود في اليمن كما في لبنان، كما في سوريا، كما في الإمارات، كما في السعودية. عم نحكي عن اليهود ولا عم نحكي عن إسرائيل؟ اليهود. اليهود. ما عندي شيء أقوله لليمن غير أنهم يتكاتفوا، يتقبلوا الواقع. اليمن يحكموا اليمنيين، اللي هدم اليمن رح يعمره. ها هي. يعني في أعمار، في أعمار كتير كبير. النزيف بيخلص باليمن؟ بيخلص تقريبا ببداية النصف الثاني من هذا العام. إن شاء الله خير. نحن نتمنى السلامة للجميع ولكل أكيد. الشعوب العربية والعالم أجمع بإذن الله. الأردن، وكان لك زيارات إلى الأردن ولقاءات كثيرة، اشتقت لهم كثير، ومواعيد مسبقة تلتقى فيهم اشتقت لهم كثير بالأردن، وبحبهم قد الدنيا. بحس حالي بلبنان أو بفلسطين لما أروح على الأردن. لما بتحب دولة بتجرب تتجنب التوقعات لا. المش منيحة بحقها؟ أبدا، مشان هيك بيزعلوا مني. طيب ممكن يزعلوا منك أهل الأردن؟ شوي. خلينا نسمع. يمكن لأنه قليل حكي عن الأردن. خلينا نسمع. تغييرات كبرى على صعيد الحكم.
من الحكومة إلى البرلمان. الخطر يداهم شخصية كبرى، ولي العهد إلى الواجهة عسى أن يكون خيرا. ولكن بدنا نقشع لمسات إرهاب، ولكن لا تشكل خطر. بحكمة الملك تحاط الأمور. بالسابق حكينا أنه لأول مرة بدنا نسمع أنه الشعب يشتم الملك. هلأ الشعب يتراصف حوالين الملك، بيلتف حوالين الملك، لأنه في حلف سوف يعود. منروح إلى الدولة مثل ما أنا بعرف وبتابع الأحب على قلبك، إيه، بلد أمي. لأن فيها مهد السيد المسيح، فيها الأديان السماوية. شو بتقول عن فلسطين؟ فلسطين الحبيبة تعود لتشكيل حلف مع مصر والأردن وسوريا، والاستشارات الكبرى تكون استشارات سوريا بالتفاوض الجدي مع إسرائيل. بالتفاوض الجدي مع إسرائيل. بصير في تفاوضات جدية وبصير في تحالف. بس يكون في تحالف رباعي، ساعتها بصير في عندهم ضغط قوي على الكيان الصهيوني. يعني رح ترجع. بدنا نقشع خضات كتير كبيرة بفلسطين على صعيد الطبيعة. ما مرتاح السياسة والعسكر. فلسطين وفلسطين المحتلة شيء ما يشبه عناقيد الغضب، ولكن على صعيد الطبيعة. يعني نسبة الدمار في فلسطين وفلسطين المحتلة. يعني الطبيعة بدها تكون كتير قاسية وظالمة بحق فلسطين، ولا يستر. يعني لأنه نحن عنا حدود مع فلسطين. عم بتلمح، بلشت تمهد لنوصل للبنان، بتصير تزت لي اياهم هيك، يعني شغله ورا الثانيه، نوصل هيك للقنبله الكبيره لبنان بالتوقعات. ان شاء الله ما بيكون قنبله كبيره يا رب. مش قنبله. في صاعق، يا بيشيلوه وبصير اللي طلبوه من ماكرون، يا بيرجعوا بلزقوه منيح مشان ما ينشال. هلا بنجي على لبنان ونشوف شو الوضع. خدنا على الكويت، كان لك زيارات للكويت صح؟ زيارة وحيدة وقامت القيامة منعت من الدخول إلى الكويت مجددا؟ لا، فتت على الكويت بدعوة رسمية. وقابلت أشخاص رسميين ورحت عند أختي. فجأة بصيروا ينادوا النصراني الإرهابي مايك فغالي يطأ أرض المسلمين، وبلشت مظاهرات، ناس معي وناس ضدي. فأكيد اللي كنت بالزيارة لهم موقعهم. قدروا أمنوني على المطار وانبعت طيارة خاصة. ما كانت طويلة وقت الزيارة بتذكرها؟ 6 ساعات. ملحقت وصلت دغري. وعملت تصريح أنا وبالمطار. عملت تصريح. شو توقعاتك بالنسبة للكويت للعام 2021؟ حكينا بالسابق العام الماضي أنه تغيير بالحكم وصراع على الحكم، تغييرات كبرى على صعيد الحكم وإعفاءات بالجملة. في إعفاءات. العالم العربي من لبنان وجر بده يشهد إعفاءات بالسجون. بدنا نشهد إعفاءات. شروط قاسية للمقيمين. العترة على المقيمين بالكويت في شروط قاسية كتير كبيرة، وفي أعمار محددة رح تكون موجودة. ممكن فوق 50 أو فوق 60 ممنوع يكون عنده إقامة برحلوا. مظاهرات كبرى سبق ورأيناها ببعض الجمهوريات العربية بدنا نقشعها بالكويت. ممكن تكون دعما للحكم، ممكن تكون ضد الحكم، ولكن مظاهرات كبرى. في شيء مع، في شيء ضد، والله يستر. يعني هيك إذا ما بعرف إذا في يقول لا سمح الله، حسب أنت يعني أجواءك، إذا صارت أو ما صارت، يعني في حال تظاهرات صارت أكانت مع أو ضد، فينا نقول إنه زبطت مع مايك فغالي. لا، في تظاهرات مع الحكم، في تظاهرات ضد الحكم. مش مع أو ضد. يعني عم بتأكد إنه في مظاهرات؟ ايه، في مظاهرات. يعني بده يدعم نسمع بالأخبار إنه في مظاهرات بيخطر على بالنا شو قال مايك فغالي. تقشع مظاهرة ومظاهرة بوجهها. أوكي.
بشيب والشارع لأن قلت لي قبل والشارع شوي ما بعرف إذا مع ولا ضد، هلا عم بتقلي إنه في مظاهرة مع، في مظاهرة وش ضد. بعضهم وش بعض في مظاهرات، أوكي. شيء يدعم الحكم وشيء ضد الحكم، بده يغير نظام الحكم ولكن ما بيقدروا. من الكويت يا مايك، من بعد جولتنا على كثير من الدول العربية والدول الخليجية، سلطنة عمان شو نصيبها من توقعاتك؟ كما عهدناها في حكم السلطان قابوس، هي الحكم العربي وبعض العرب متآمرون. بدنا نقشع مؤامرة على السلطنة ولكن لن تنجح. لو هالعرب يبطلوا يتآمروا على بعضهم شو كان عبالنا؟ ها ما كنا عشنا بتصير، بنعيم. ببطلوا عرب، كنا عشنا بنعيم. ببطلوا عرب. المغرب كانت من الدول اللي أعلنت من زمان في عندها تطبيع انحكى ولكن مش معلن بالأخبار رسميا. إنه كانت من تحت الطاولة، بعدين تم إعلانها رسميا 100%. معاهدة في إرهاب، والتطبيع مع في إسرائيل. إرهاب ولكن إرهاب أوروبي يضرب المغرب. إرهاب أوروبي يضرب المغرب. حان وقت استرداد ما احتل، اللي احتلوا لهم اياه بأوروبا سوف يستردوا، وهذا عامل استرداد بالمغرب. كما أنه بنشوف ملك المغرب بمشهد صعب ممكن يكون صحي، والأمور بإيد ربنا هي كيف بتحدد الأمور. مع عسانا إلا نقول إن شاء الله خير. وصلنا لدولة مثل كل الدول، يعني هن أشقاء للبنان، الدول العربية بالمبدأ. قطر أنا بحبها، ما دولة بعرف ليش. قطر مع أني مش زيرها بس بحبها، ما بعرف ليه. انفتاح على العالم، مع بركي أنه هيدا مساج لتتلقى دعوة. لا ما حروح، ما بروح، ما بأمن. أعداء كتار، مش دولة قطر. في أشخاص متشددين، بخاف روح على بعض الدول العربية. انفتاح على العالم، رغم الانفتاح اللي هي موجودة فيه هلأ تجاه العالم، انفتاح على العالم وتطور اقتصادي رهيب في قطر. في مشهد من المشاهد أمير قطر تميم بعيد عن الواجهة، في مشهد تحالف عربي يعود إلى قطر وبعض العرب أعداء. صار في صلحة مؤخرا، في جزء بعد ما صار في صلحة، في جزء إنه بده حديث يتحالف يعني. في جزء بده يتحالف، والجزء الثاني بده يكون عدو لدود، عدو جار. يعني محكومين العرب بالاختلافات وبالانقسامات. قلت لك إذا ما اختلفوا ما بطلوا عرب، بينعرفوا من هون. نقلب صفحة الدول العربية، وقبل ما نوصل للصفحة اللبنانية والواقع اللبناني بدنا نعرج شوي على دول أوروبية، بدءا من أوروبا مرورا بروسيا، أمريكا، الفاتيكان، أستراليا، كندا والصين. بنبدأ مع خلينا القارة ناخذها العجوز. كأوروبا ككل بطلت عجوز هلا، صارت حفة الموت. قضيت عليها. أي. لن يقتصر التغيير فقط على الدول العربية سياسيا وحكما، التغيير يكون بالاستلام والتسليم بقلب أوروبا. تغييرات كبرى على صعيد رؤساء وملوك وحكومات، تجدد المواجهات بين السلطات والشعب سيتغير بالسياسات والاتفاقيات الدولية، خاصة بعد عملية اغتيال كبرى في أوروبا. الأنهر والبحار تنتفض. في استوقفك عند الاغتيالات بأوروبا؟ اغتيالات كبيرة، على شخصيات سياسية كبرى. هذا اللي بدي أعرفه، لأن شخصيات سياسية كبرى. الفاتيكان ما فينا نعتبرها أوروبا، أنا ما بعتبرها أوروبا، دولة مستقلة لحالها، ما لها دعوة بشيء. يعني عم بتطملنا بالنا بالنسبة لا. لقداسة الحبر الأعظم إنه لأنه أنا هون قلت لك سياسيا، أوكي، ما عم طمنك، عم بقول لك هون عم بحكي عن السياسي مش عن الدين. ملوك تسقط، اسكتلندا إلى الواجهة والحرية قريبة. القياصرة أمام امتحان كبير عسى أن يكون خيرا، خاصة بعد عملية اغتيال كبرى
وناجحة. أوروبا تساهم بظهور دول وأعلام جديدة: ألمانيا، فرنسا، هولندا، لبنان، مصر، وعدة دول أخرى في عين العاصفة. الشعب السوري اللي بأوروبا يعود لإعمار بلده. هيدا خبر إيجابي. خبر كتير إيجابي. هن راح يعمروا بلدهم ورح يشوفوا في حرب شعواء عليهم بأحد الأماكن بأوروبا، فبقرروا العودة بعد اللي بده يقدموا رئيس جمهورية سوريا من ضمانات وإعفاءات وعلى سبيل العسكر، وأكيد جاي بده وفاة. واصلين لسوريا. بعد عنا شيء عن أوروبا؟ في عنا روسيا، من المحور العربي إلى المحاور العالمية، بداية النزاع مع الصين. روسيا والصين. العالم على مفترق طرق. القصر الرئاسي. خطين متوازيين على أساس أنه اللي بده يتجه إلى الشرق بيروح إلى، ما راح يضلوا هيك. إذا بتذكر هذيك السنة حكينا أنه 2025 26 الحرب بين روسيا والصين بتكون بأستراليا. فهلا بلش الخلاف، بده يبلش. بترتاح هون الولايات المتحدة إذا الصين وروسيا، إذا ضل في ولايات متحدة بصير في جمهوريات. واصلين له. خليني نشوف شو بده يحكي مايك عن أمريكا. العالم على مفترق طرق. القصر الرئاسي في روسيا محط أنظار العالم. إذا بنربطها بالتوقع اللي قبله عن القيصر وعن محاولة الاغتيال بتبين الأمور. يعني الأمور سلبية. أي. سلبية بقلب البلد وإيجابية بالخارج. مايك، بدك تاخد نفس؟ لا خلص، أخذته. خد نفس عميق. أخذت النفس العميق. لكل اللي عم يتابعونا على اليوتيوب، قناة النمر مايك فغالي وأكيد موقع الفن، نحن مكملين معكم بهاللقاء لاستقبال عام جديد. وعلى يعني همة مايك فغالي توقعات فيها كتير علامات استفهام، فيها كتير محطات مهمة، محطات مفصلية، فيها كتير إعادة جدولة عن جديد أو إعادة هيكلة دول، أنظمة. مزبوط اللي عم بقوله ولا؟ 100%. يعني اللي فهمته منك صح لحد هلأ؟ إعادة جغرافيا جديدة كمان. يعني ما قلنا انه في رسم خطوط بين جديدة، دولتين او 3 دول جداد باعلام جديده بدهم يبينوا. لما سألتك بلقاء سابق على الانستغرام، الناس كمان طرحت عليك هيدا السؤال: جو بايدن ولا ترامب؟ ما كان جوابك محدد. التحديد كان انه اذا بنرجع للماضي على وقت كينيدي كان الحكم جمهوري صار ديمقراطي او العكس. ما هيدا اللي رح ونفس أقوله. الشيء بده يصير. وهلا ليه نفس الشيء. استنفرت؟ لا ليه استنفرت ما كان وقطعت؟ واضح، كان واضح كثير. لو خليتني بالتغيير. اكمل كنت رح اقول اللي هلا انت عم بتقوله. بس أوكي. لحد هلا الافلاك تبع ترامب الطاغيه بعد طاغيه على الامور. ومن الممكن انه تسمعوا انه في حاكم عسكري في امريكا، في امل بمرحله من المراحل، لانه في ولايات بدها تقوم ضد بعضها في حرب داخل امريكا، حرب ولايات داخل امريكا. هيدي بدها لحظه تامل. نعم. وقت قلنا حرب عنصريه تاملنا كثير وصارت. هلا بدنا نقشع بين ولايه وولايه في متريس. مايك فغالي، بنوصل معك بتوقعات لبلاد العمسان. هات لنشوف شو ناطر امريكا. وبالقسم الثاني قلت لي اذا ضل في ولايات متحده. اكيد. خلينا نشوف توقعاتك. حاطط رؤوس اقلام قدامي اللي بيقول لك اياه انه الفرص لم تختفي، النجوم تتساقط تباعا،
اتفاقات جديدة ومعاهدات جديدة، وإيران الرابح الأكبر بعد الاعتداء المريع. ولايات أمريكية بوجه بعضها حتكون، كلها رح تكون بوجه بعضها. بدنا نقشع متاريس، نقشع الشعب ضد شعب، ناس مع ترامب وناس مع بايدن، وقايمة القيامة بين بعضهم. والخطر الأكبر إنه ترامب يعلن نفسه حاكم عسكري. كثير هالقد. خطر أكبر إذا أعلن نفسه حاكم عسكري، نسبة للي عم بيصير بقلب بلده، ونسبة للضرب اللي بده يعملها خارج حدود يعني مش الولايات المتحدة الحالية. يعني مش متقطع معه يكون رئيس سابق؟ إن شاء الله تقطع معه، إذا قطعت معه الشعب ما حتقطع. بعيدا عن المشاكل العرقية، ولا كمان تلعب فيها دور؟ عرقية وفيها اجتماعية وفيها برجوازية وفيها مناطق، كل النواحي، يعني شامل كل الأقسام. كل شيء، تشعل كل قام فرد مرة. 2021 2021 بداياتها ولا منتصفها ولا بآخرها ولا شو الوضع؟ المفروض بدايتها يعني ببداية عهد جو بايدن ب 20 كانون الثاني. المتوقع قدامنا 20 يوم، بنشوف إذا رح يصير في تسلم وتسليم. إن شاء الله يمرق على خير وسلامة، ولكن ما بعده هونيك الكوارث. ما قلنا إلا ننطر ونراقب ونحط توقعاتك على المحك. أكيد. هلا بس خلص بهديك الدفتر هيدا، رح خليه معي، رح تابعه صورة لحظة ملونة بلحظة. كمان. هاي أمريكا. يعني استفاضت بغير دول أمريكا اللي هي لولب إذا صح التعبير. أعطيتك المختصر المفيد وشملت كل شيء. لأن هيدي الأحداث الطاغية هي الأحداث الكبرى اللي بدها تصير. طيب الموضوع اللي حكيته عن أمريكا، نعم، والمواضيع اللي حكيتها عن دول عربية وأوروبية، لأن بالاتفاق مع أمريكا في ودول شغلة أوروبية ما بدنا ننسيها، إنه هيدا العام أول 3 أشهر هو تكملة للعام لل الماضي. 2020. يعني قلت لنا هيدا إذا الشيء. بنرجع بنشوف شو حاكيين عن أمريكا، بنضيف عليهم اللي حكيناهم اليوم. هيدا اللي كنت عم بقول لك ببلش إياه. الضربة خارج أمريكا، ببلش الاعتداءات، ببلش شبه حرب هي والصين، ولكن منا حرب عسكرية، رح تكون حرب من بشكل آخر ما حدا هي مفتوحة متعود الحرب. عليه. لا، رح تكون مع الصين. علنية، حرب علنية كقوة يعني تجارية مش بس بالعالم. بالتجارة، بالفيروس، بالتكنولوجيا، بكل شيء. فإذا بشوفوا توقعات العام الماضي بيعرفوا هاي التكملة تبعولن. يعني هون عم بختصر لك انه هاي الامور ممكن تحدث باول 6 اشهر من العام. من أمريكا بنروح إلى دولة الفاتيكان. الفاتيكان، مواقف صادمة ودخان أبيض يتصاعد. الأنظار حول صحة بابا الفاتيكان. القارة السوداء أمام الواجهة. تسمح لي أربطهم ببعضهم؟ فيك تربط اللي بدك إياه. يعني دخان أبيض يعني إعادة انتخاب بابا جديد. ممكن. الوضع الصحي لقداسة الحبر الأعظم بخطر؟ الأنظار حول صحته. أوكي، وإذا عم تقلي القارة السوداء يعني بابا جديد من أصول أفريقية؟ في يكون أفريقية، في يكون برازيلية، في يكون منه بشرة داكنة، ممكن. أنت ربطتن. أنا قلت القارة السوداء أمام الواجهة. أوكي، بعد عنا شيء عن الفاتيكان؟ لا. بالنسبة للبنانيين ولأهالي سوريا، وصلنا عن النقطة الأكثر حساسية بالنسبة لهالبلدين. توقعات مايك فغالي بال 2021 لسوريا حكيتني عن زيارة من مصر بشخص رئيسها السيسي إلى سوريا، وبالسابق كنا حاكيين ومعابر وحدود وخرائط جديدة. مزبوط. حكينا بالسابق انه الامارات تكون اول السفارات